أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. الحلقة دي مختلفة شوية، يمكن لأنها أقرب لاعتراف أو حكاية أنا نفسي ما كنتش فاهمة تفاصيلها غير مؤخرا، بس اكتشفت إن أوقات الحاجة اللي بنهرب منها سنين بتكون أكتر حاجة شبهنا. طول الوقت تقريبا طلابي كانوا بيسألوني نفس السؤال: أنتي بتعلمينا بيزنس وإدارة أعمال، ليه ما عندكيش بيزنس خاص بيكي؟ وكنت دايما عندي نفس الإجابة: البيزنس مسؤولية، عايز وقت، وأنا أصلا مش فاضية. وكان الكلام منطقي جدا لدرجة إني صدقته أنا كمان. بس الحقيقة إني ما كنتش شايفة نفسي أصلا صاحبة بيزنس. كان نفسي يبقى عندي حاجة بتاعتي، حاجة تشبهني، حاجة أقول عليها دي أنا، لكن عمري ما كنت عارفة الحاجة دي تبقى إيه، ولا كان عندي حلم واضح، ولا فكرة مشروع معينة، ولا حتى خطة أبدأ بيها. ويمكن عشان كده كنت دايما بأجل الفكرة لحد ما بدأت طمأنينة. والغريب إن حتى طمأنينة نفسه ما كانش مشروع متخطط له قوي. ما كنتش قاعدة أعمل دراسة سوق، ولا بفكر هيكبر إزاي، ولا حتى كنت متخيلة إن حد يسمعه أصلا. أنا بس كنت محتاجة أتكلم، كنت محتاجة مساحة أقول فيها الكلام اللي جوانا كلنا ومحدش بيعرف يقوله، الكلام اللي بنخبيه تحت أنا كويس، وتحت الانشغال، وتحت الزحمة، وتحت الضحك أوقات. ومع الوقت بدأت أسأل نفسي سؤال غريب جدا: أنا ليه عملت طمأنينة أصلا؟ إيه الإحساس اللي كنت بدور عليه؟ وليه الاسم ده بالتحديد؟ واحدة واحدة بدأت أفهم إن طمأنينة بالنسبة ليا ما كانش مجرد بودكاست، كان إحساس عايز الناس ترتاح شوية، تهدى شوية، تحس إنها مش لوحدها. ويمكن لأول مرة حسيت إني بعمل حاجة فيها روحي فعلا. ومن هنا بدأت كل حاجة تتغير. لأول مرة حسيت إن يمكن البيزنس مش لازم يبقى مجرد بيع وشراء، مش لازم يبقى أرقام وخطط وتسويق بس. يمكن أحيانا يبقى رسالة أو مساحة إنك تخلي يوم حد أخف شوية. وعشان كده بدأت أفكر، لو طمأنينة إحساس، إزاي الإحساس ده يفضل موجود حتى بعد ما الحلقة تخلص؟ ومن هنا جت فكرة البلانر. فكرة البلانر بالنسبة لي ما كانتش مجرد ورق وتنظيم وقت، كانت فكرة إن في ناس فعلا محتاجة تمسك حياتها من أول وجديد، ناس تايهة وسط الضغط، وسط الأفكار الكتير، وسط الإحساس إن الأيام بتجري منهم. ويمكن صفحة صغيرة تساعد حد يرتب يومه، تساعده يرتب دماغه شوية. وبعدين بدأت أفكر في التوت باج والستيكرز والتفاصيل الصغيرة دي. الناس ممكن تشوفها حاجات بسيطة جدا، لكن أنا كنت شايفاها مختلفة. كنت بفكر قد إيه ممكن جملة صغيرة تغير مود حد، قد إيه ممكن ديزاين حد اختاره لأنه شبهه يخليه يحس إنه مفهوم، قد إيه ممكن حاجة خفيفة بسيطة تبقى كومفورت شخص يومه صعب. يمكن حد يكون خارج من يوم تقيل جدا، لكن مجرد إنه شايل حاجة شبهه أو لابس حاجة بتعبر عنه ده يريحه شوية. ويمكن دي تفاصيل صغيرة، بس إحنا أصلا بنعيش على التفاصيل الصغيرة، الكلمة الصغيرة، الاهتمام الصغير، الحاجة اللي بتيجي في وقتها بالظبط. فاكرة أول مرة فكرت أنزل منتجات طمأنينة، قعدت وقت طويل جدا قبل ما أضغط شير، وقت طويل وأنا ببص للشاشة خايفة محدش يهتم، خايفة الناس تشوف الفكرة تافهة، خايفة أفشل في حاجة أخيرا حسيتها شبهي فعلا. وده يمكن أكتر شعور مرعب، إنك تحط جزء حقيقي منك قدام الناس، لأن ساعتها الرفض بيبقى شخصي جدا. بس يمكن الحلم ما كانش مستني مني أبقى جاهزة، يمكن كان مستني بس إن أسمح لنفسي أبدأ. وأعتقد إن كل واحد فينا عنده نفس الحاجة نفسه يعملها يوما ما، حلم صغير أو كبير، حاجة بتتخيل نفسك فيها أوقات قبل ما تنام. في ناس فعلا بتوصل للحاجة دي، وأوقات أكتر مما كانوا يتخيلوا. في ناس بتفضل تحلم سنين لكن عمرها ما بتبدأ. وكنت دايما بسأل نفسي إيه الفرق؟ أعتقد إن الفرق دايما مش في الموهبة، ولا في الذكاء، ولا حتى في الحظ طول الوقت. أوقات الفرق الحقيقي إن شخص قرر يبدأ وهو خايف، وشخص تاني فضل مستني اللحظة المثالية.
اللي غالبا عمرها ما بتيجي. يمكن أخطر حاجة في الأحلام المؤجلة إنها ما بتختفيش، هي بس بتتحول لصوت هادي جوانا بيقول كان ممكن. وأنا يمكن لو ما كنتش بدأت طمأنينة كنت هفضل طول عمري بقول كان نفسي يبقى عندي حاجة بتاعتي، من غير ما أعرف أصلا الحاجة دي كانت ممكن تبقى إيه. ويمكن ده موضوع محتاج حلقة كاملة لوحده. أعتقد إن دي الحاجة اللي نفسي أي حد يسمعها ويعرفها. مش لازم تبقى عارف كل حاجة عشان تبدأ، مش لازم حلمك يبقى واضح من أول يوم. أحيانا الحاجة اللي شبهك فعلا بتظهر واحدة واحدة، وأحيانا الحاجة اللي بتخلقك معاها في نفس الوقت. عارفين إيه السؤال اللي بقيت بفكر فيه مؤخرا؟ هو إحنا فعلا مشغولين ولا بنستخبى ورا الانشغال عشان خايفين نبدأ، خايفين نجرب، خايفين نفشل، خايفين نتحط قدام نفسنا بجد؟ وأنا بقول ده مش كإجابة، أنا لسه بخاف لحد دلوقتي، ولسه بتوتر، ولسه بسأل نفسي إذا اللي بعمله ده كفاية ولا لأ. بس الفرق الوحيد إني أخيرا بدأت، ويمكن ده كفاية كبداية. ويمكن في حد بيسمعني دلوقتي عنده حلم صغير مستخبي جواه، كل يوم بيقول مش دلوقتي. بس يمكن مش دلوقتي بقالها سنين. وأعتقد إن في وقت لازم تبدأ. يمكن الحاجة اللي خايف تبدأها هي أكتر حاجة شبهك أصلا. ولو حبيتوا تشوفوا الحاجات اللي خرجت من روح طمأنينة، سايبالكوا لينك الموقع والصفحة في وصف الحلقة. يمكن تلاقوا هناك حاجة شبهكم أو جملة تخفف يومكم شوية. وأعتقد في النهاية أنا ما كنتش بدور على بيزنس طول عمري، يمكن كنت بدور على معنى، على مساحة، على حاجة فيها جزء حقيقي مني. وحسيت إن طمأنينة هو أقرب حاجة للإحساس ده. ويمكن طمأنينة ما كانش مجرد اسم بودكاست، يمكن كان الشيء اللي كنت بدور عليه طول الوقت. كان معكم طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. إلى أن ألقاكم في الحلقة الجاية، خلي بالك من قلبك.